هناك أماكن على الخريطة تبدو وكأنها خارج خيالنا، أسماؤها يهمس بها المسافرون المخضرمون، وهي أراضٍ لم تسو بعد بفعل مد السياحة الجماعية. موريتانيا هي أحد هذه الأماكن. إنها بلد يستحضر صور الرمال اللانهائية وقوافل تسير بصمت نحو أفق بعيد. بالنسبة للكثيرين تظل مساحة فارغة، علامة استفهام. لكنني وجدت أن أعظم الاكتشافات تصنع في هذه الزوايا الهادئة والمنسية. إنها أرض تنتظر بصبر وصولكم. تبدأ رحلتنا بجدية ونحن نتوغل في قلب البلاد إلى هضبة أدرار. هذه هي موريتانيا الأساطير. ترتفع الهضاب الصخرية الشاهقة من بحر من الرمال الذهبية، وتبدو قممها المسطحة كالمذابح التي بناها العمالقة. الكثبان الرملية نفسها ليست ثابتة، إنها حية منحوتة بالرياح في أشكال رائعة متدفقة، تبدو وكأنها تتغير مع كل ساعة تمر. القيادة عبر هذه المنطقة تشعرك وكأنك تتنقل في كوكب غريب، مكان ذو حجم عميق ومثير للتواضع. الصمت هنا غير عادي. عندما يتوقف محرك سيارتنا الرباعي الدفع تغمرك موجة من الهدوء النقي. لا يوجد ضجيج خلفي للحضارة، لا حركة مرور بعيدة، لا طائرات في السماء. لا يوجد سوى الهمس الناعم للرياح وهي تمشط حبيبات الرمل الدقيقة. إنه صمت يشجع على التأمل. في هذا الفضاء الشاسع تجد إحساسا بالسلام نادرا ومريحا للغاية. لكن أدرار ليست خالية من الحياة. مختبئة في الوديان والواحات المخفية تجد جيوبا من الخضرة المستحيلة. من المساحات الشاسعة في أدرار نتوجه إلى مدينة الشنقيط القديمة. هذه إحدى أقدس المدن الإسلامية، مركز مزدهر سابقا للعلم والتجارة، يخوض الآن معركة بطيئة وشاعرية ضد الصحراء الزاحفة. الرمال في كل مكان، تتدفق كالنهر البطيء عبر الأزقة الضيقة وتتراكم على الجدران الحجرية. المشي في شنقيط هو المشي في أطلال حية، حيث يتشابك التاريخ والعناصر. أصبحت منارة للعلم، تجذب العلماء، المتصوفين، الشعراء من أنحاء العالم الإسلامي. في أوجها كانت شنقيط تضم عشرات المكتبات، مستودعات للمعرفة، الفلك، الرياضيات، القانون، الشعر. كانت موريتانيا تعرف ذات يوم باسم بلاد شنقيط. اليوم يتم الحفاظ على هذا الإرث، وإن كان بشكل هش، في مكتبات صغيرة تديرها العائلات. هنا سيعرضون مجموعتهم من المخطوطات، بعضها يزيد عمره عن 1000 عام. صفحاتها هشة، حبرها باهت، مكتوبة على جلد الغزال بخط عربي جميل. لكن هذه المكتبات في خطر. المناخ القاسي والرمال عدو لا يلين. العائلات تحمي هذه الكتب بفخر وواجب. زيارة الشنقيط شهادة على قوة الكلمة المكتوبة في عالم متغير. تاركين الصحراء العميقة وراءنا، تأخذنا رحلتنا إلى الساحل، إلى مكان تتصادم فيه اثنتان من أعظم براري العالم بطريقة مذهلة. حديقة كدارغين الوطنية هي موقع تراث عالمي لليونسكو. هنا تتسرب الكثبان الذهبية مباشرة إلى المياه الفيروزية للمحيط الأطلسي. مناظر من التناقضات الصارخة والمذهلة، تأثير بصري هائل حين تلتقي الكثبان بالأمواج. هذا اللقاء بين النظم البيئية خلق إحدى أهم محميات الطيور على الكوكب لملايين الطيور المهاجرة بين أوروبا وجنوب أفريقيا. بانك دارغين، محطة حيوية المسطحات الطينية الغنية بالأسماك واللافقاريات، بوفيه مفتوح لطيور الخوض، طيور الفلامنجو، البجع، طيور الخرشنة، وأنواع لا حصر لها من طيور الشاطئ. يمتلئ الهواء بضجيج من الأصوات، سيمفونية صاخبة ومبهجة. إنه مسرح الطبيعة الكبير، وأنت في المقاعد الأمامية. الحديقة موطن لشعب إمرغوين، طريقة حياتهم مرتبطة بهذه البيئة، بتقنية صيد فريدة تستجيب الدلافين بتجميع الأسماك نحو الشاطئ مباشرا في شباك الصيادين. وأنت تنزلق عبر الماء بين الصحراء والمحيط، يتولد إحساس عميق بالهدوء. بعد الهدوء الهائل، الوصول إلى نواكشوط هو صدمة للحواس. هذه مدينة شابة ديناميكية وتنمو بوتيرة مذهلة، تأسست في الخمسينيات فقط وازدهرت إلى مدينة كبرى. ليست بعظمة شنقيط، لكنها تملك طاقتها الخاصة، القديم والجديد.
سيارات الدفع الرباعي الجديدة، عربات الحمير، قطعان الماعز. مدينة في حركة مستمرة. قلب نواكشوط هو أسواقها، ميناء الصيد، ميناء المدينة. كل بعد الظهر الشاطئ يتحول لفوضى منظمة، الصيادون يصرخون، بائعات السوق يتساومن، رائحة المحيط تملأ الجو، أغانٍ بإيقاع، عمل جماعي قوي، متاهة أكشاك، رائحة التوابل والنعناع واللحوم المشوية، منسوجات، جلود، إلكترونيات، أدوات منزلية، بوبو أزرق، ملحفة متعددة الألوان. هذا هو نبض المدينة. حياة، رحلة لا تكتمل إلا بمشاركة وجبة مع أهلها. وفي موريتانيا الضيافة أسطورية، تعبر عبر الطعام قبل كل شيء الشاي. طقوس الشاي فن وطقس اجتماعي. 3 أكواب صغيرة من الشاي الأخضر الحلو. الأول مر كالحياة، الثاني حلو كالحب، الثالث لطيف كالموت. أن تدعى لتناول الشاي يعني أن ترحب كصديق، سواء في خيمة بدوي أو في منزل بنواكشوط. الطقوس نفسها. المطبخ غني ومكيف، تيبوديان من سمك وأرز، وطاجين بلحم الإبل أو الماعز. الوجبات جماعية من طبق واحد، المشاركة رمز للوحدة، دفء واضح، ابتسامات حقيقية، وغرباء يساعدون دون مقابل. مرحبا بكم في موريتانيا. هذه الروح تحول الرحلة لتجربة إنسانية عميقة حقا. مع اقتراب رحلتنا عبر موريتانيا من نهايتها، ما يتبقى ليس مجرد صور، بل انطباع عميق في الروح. بلد يتحدى التصنيف السهل، جمال صارخ، ورقة رقيقة. مكان يتحرك فيه الوقت بوتيرة مختلفة، وحيث الماضي حضور حي يسير بجانبك ويهمس لك على ريح الصحراء. رأينا أدرار، لمسنا مخطوطات الشنقيط، شاهدنا بانك دارغين، وشعرنا بنبض نواكشوط. أما الروابط الإنسانية فهي التي تدوم. الضحكات على 3 أكواب من الشاي، كرامة أمناء الكتب، إيقاع الصيادين، وترحيب بسيط صادق. اذهبوا وشاهدوا بأنفسكم قبل أن يكتشف العالم أسرارها. ليست عطلة، بل مغامرة وتعليم وحج. السحر الخفي حقيقي، ينتظر من يملك الشجاعة والفضول. لن تخيبوا.